المسيح يا من أسست بيعتك على صخرة الإيمان، ويا من أوصيت تلاميذك قائلا اذهبوا إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. بارك يا رب هذه الأرض بوضع حجر الأساس لتكون أساسا لبناء الكنيسة للصلاة والعبادة والتعليم وتمجيد اسمك القدوس ونشر تعاليمك السماوية. وبارك جميع القائمين على هذا العمل وكل من عمل واشترك في بنائه وإكماله بأمانة دون ملل، كي يكونوا شهودا لمعلمهم الصالح يسوع المسيح من الآن وإلى أبد الآبدين. ما حب مساكينك هللويا هللويا يا رب القوات، تشتاق وتذوب نفسي نار الرب. هللويا وهللويا ويهلل قلبي وجسمي للإله الحي. العصفور وجد له هوى واليمام عش تقع فيه أطرافها. هللويا وهللويا عند مذابحك يا رب القوات مالكي وإلهي. طوبى لسكان بيتك. هللويا وهللويا فإنهم لا يكفون عن تسبيحك. بالخور من عالم وعذاب العالم عالمين سبحان قديش الشجر نبر قديش وابيض روح قديش يبطن شغل قديش صوم قالوس قريلا آمين عيد وأبقى الأزبان وأبقى العيد نشفي الناس للعريس السماوي الذي خطب لنفسه بيعد المقدسة عروسا بلا عيب دافعا دمه الثمين عربونا لمحبة لها وغرس في صليبه ليكون قوة وسورا حصينا لها الذي به يليق المجد والوقار في هذا الوقت وفي كل الأوقات والساعات والأعياد وإلى أبد الآبدين. أيها الرب الإله الذي جعل من بيتي بيتا للصلاة والعبادة وأتمن عليه رسلا لخدمة مذبحه المقدس وخدمة قطيعه الصغير والوصول به إلى هيكل قدسه. فالكنيسة هي أيقونة السماء التي تسبح دوما بالرب يسوع في طيبها وبيوحنا المعمدان شبينها وبالرسل ندمائها وبالشهداء مدعويها. يا ربنا وإلهنا لا تحرمنا من السكنى في ديارك حيث الفرح السماوي. قدس وبارك واحفظ بقوة روحك القدوس الكنيسة بنيانا وحجارة حية بكافة إكليروسها وطهر شمامستها
وارع شعبها وقوي إيمانها وثبت رجاها واجمع شملها واجعل ذكرا صالحا لجميع الراقدين على رجاء قيامتك. وبارك هذا المكان الذي فيه اجتمعنا واهلنا جميعا للبلوغ إلى ملكوتك السماوي الذي أعددته لنا منذ إنشاء العالم. فنرفع للثالوث الأقدس المجد والشكر والتسبيح الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. من بارخ نور وشقنا تحته عالم علمي الطرعي بعيد نور القائم لليوم مؤمن بشنطه
وزمر شبح حتى طير مشرح ووقد حتى مخرف بس قيفوثي ومني اشتوثي حبي الرعب أفلش ما يشبحا لا قد ابن العيد بنبي سقطا لبر شفر الصوم تشريحون ودي. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم نحن مجتمعين في بغديد قرقوش في الرئاسة الإسقفية لأبرشية الموصل في منطقة كانت سابقا اللي هي السمنير. اليوم نحن كي نضع الحجر الأساسي لكنيسة مار أفرام السرياني، هذا الملفان العظيم اللي توفى سنة 373 اللي يعتبر أب للكنيسة الكاثوليكية الجمعاء، اللي أغنى الكنيسة بالمؤلفات بالألحان السريانية. كنيستنا كانت تفتقر إلى كنيسة تحمل اسمه. اليوم نحن كأبرشية الموصل كان عندنا سمنير باسم مار أفرام، لكن اليوم عزمنا على أن يكون لنا كنيسة تحمل هذا الاسم لتكون أول كنيسة تحمل اسم مار أفرام السرياني في بلدتنا بلدة بغديدة وفي أبرشيتنا أبرشية الموصل. إجا هذا الافتتاح وهذا حجر الأساس بتزامن مع 10 سنوات على تهجيرنا من داعش، حتى تكون علامة الأمل والرجاء على أنه المسيحيين في هذا البلد هم باقين، المسيحيين في هذا البلد هم متأصلين، جذورهم عميقة. اليوم نحن في هالكنيسة وفي وضع هذا الحجر الأساس كي نعطي علامة أمل ورجاء للجميع بأنه نحن باقين، أنه نحن ما ممكن أن نقتلع من جذورنا، جذورنا هي عميقة. أيضا هذه الكنيسة هي كنيسة للأمل والرجاء بعد الحادثة الأليمة اللي أصابت بها أبرشيتنا من حادثة عرس بغداد اللي راح ضحيتها 134 شهيد وشهيدة. أيضا اجت هذه ولادة كنيسة جديدة لتعطي حياة جديدة لهذه الأبرشية ولهذه المنطقة اللي عانت واللي لا تزال تعاني. التصميم مالتها هو مستوحى من تابوت العهد ومن مار أفرام. أكيد راح أترك المجال للمصممين اللي هم يتكلمون أكثر، ولكن طابع التصميم هو طابع ديني إيماني، أنه تابوت العهد اللي يحمل الوصايا الله العشرة، واليوم أنه نحن الكنيسة هي راح تبقى محافظة لوصية الله بخلاص جميع النفوس. بالأخص أنه نحن كنشوف بأنه العالم بدأ ينهار، قيم العالم بدأت تنهار إيمانيا وأخلاقيا للأسف. هذا الشيء اللي كنشوفه مؤخرا، الشيء اللي شفناه بفرنسا بلوحة العشاء الأخير اللي أهينت بصور المتحولين جنسيا. هذا العالم اللي نحن كالغربي اللي نحن مثل ما نقول نستند علينا من القيم الإنسانية والأخلاقية، اليوم كنشوفه ينهار. لكن اليوم بكنيسة العراق نعلن بأنه نحن راح نبقى محافظين على هذا العهد. فهذه الكنيسة راح تحمل اسم مار أفرام السرياني، ولكن بهيئة تابوت العهد حتى تحمل كل القيم، إرث الآباء والأجداد أنه نحن محافظين عليهم، إضافة إلى أنه نحن راح نظل محافظين على وصايا الله في حياتنا. والله يبارك بكم جميعا.
خادوتا قرتقالا اديو اخ شركة مانجرو متولا حجر اساس قوم ديثت بغديدا قايت خثتا ايتت مارا فرام السرياني ايتت تيسر بنايا جاي قميثا بوشما وجدان ليلو فلخة وشما مارا فرام السرياني وفلخنا تصميم انا ومهندسة ديانا عبا تصميم ودل الميكس بين العهد القديم والعهد الجديد مبلخنا تابوت الأحد مبلخنا الوصايا العشرة من ضمن النقوشات هاوي خارجية ومبلخ بريش دية قولون صوت مطران تلاوش لقي قداشة فيش متيثة بيه بكل تفاصيل دية هاويلن أيقونات مارا أفرام كتابات مارا أفرام من ضمن النقوشات وإن شاء الله هو خياتها اخترتها وسلامتها وليث مغدية كل الدنيا.